بكل شيء يا شباب، بأي عمل، كل أي شيء لازم ناخذ إذن من الله. طيب هلأ نحن بقى بدنا نشوف الله سبحانه وتعالى أعطانا القرآن الكريم، وهذا القرآن الكريم نعمة. مين حافظ سورة البقرة؟ ما شاء الله. شوفوا الآية أو جزء من آية بسورة البقرة، الله عم يقول لنا إنه القرآن نعمة والسنة نعمة نحافظ عليها. قال واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هلا بنرجع للقرآن، النعمة الكبيرة. شلون بدنا نتعامل مع غير المسلمين؟ نحتفل معهم ولا لا؟ هلا بنشوف بقى القرآن شو علمنا. جاهزين؟ جاهزين. أنا هأعطيكم إياها باختصار مع أدلة إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى قسم التعامل مع غير المسلمين أقسام، هنقسمهم لقسمين. أول شيء ما يتعلق في أمور الدنيا وما يتعلق في أمور الدين. أنتم معي؟ معي يا شباب؟ ما يتعلق بأمور الدنيا مثل الأكل والشرب والملابس والزواج وكذا والتهنئة وهالأمور، الله أباح لنا أن نتعامل مع غير المسلمين، خاصة أهل الكتاب اليهود والنصارى. الله أباح ناكل من طعامهم، قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إلا الأشياء اللي الله حرم علينا. أحسنت. وكمان أباح لنا أن نتزوج من نسائهم، قالنا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. شايفين؟ فالله أباح لنا أن نتعامل معهم، أنه نشتري منهم ونبيعهم، وممكن تقول له صباح الخير ومساء الخير، وممكن كمان تهنئه إذا نجح بالمدرسة، أو مثلا تزوج تزوره جاء ولد تعطيه هدية. مو مشكلة، هي أمور الدنيا نتعامل نحن وياهم، نركب معه بالتاكسي حتى لو ما كان مسلم وبنحكي معه وكذا. لكن في أمور الدين لا، هون ما بيجوز لا نقلدهم ولا نتشبه بهم. فهن عندهم عقائد بتخالف عقائدنا، بنقلدهم ولا ما بنقلدهم؟ لا، هون خط أحمر. عرفتوا كيف؟ ما بنقلدهم. بالعبادات ما بنقلدهم. طيب ليش؟ هلا قلت لكم لأن الشغلة بدها إذن. من شوي أعطيتكم آيات إنه بجوز نتعامل معهم في أمور الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل معهم يبيع ويشتري. أما في أمور الدين الله قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. تعرفوا الآية صح؟ تعرفوا هالآية شو عم تقولكم؟ هالسورة عفوا عم تقول خلي راسك يابس، كون عنيد، بس بأمور الدين. بأمور الدين أنا عنيد، ما بتساهل ولا شيء. عرفت شلون؟ ما بتساهل. قالوا لي بس يعني شغلة بسيطة بنقلدهم بهاليوم. لا 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 أبدا ما بقلدهم. الله قال قل يا أيها الكافرون، بعدين قالنا بالأخير لكم دينكم ولي دين. ما بقلدكم، ما بتبنى أي عقيدة ولا أي فكرة ولا أي عبادة بتوافق عباداتهم. طيب ليش يا شباب؟ شو السبب؟ يعني هن شو يعني ما لهم من جنس البني آدم؟ بلى، بس عندهم مشكلة انه هن حرفوا دينهم او عم يعبدوا الله سبحانه وتعالى على باطل، مو مثل ما اذن الله. يعني هن ما عندهم اذن من الله. شلون يعني؟ ما عم تفهموا صح؟ علماء وعبادهم كانوا يشرعوا على كيفهم. شغلة عجبتهم بيقولوا هي عبادة، شغلة ما عجبتهم لا بيقولوا هي ما لا عبادة. هيك يحرفوا الدين على كيفهم. تخبيص يعني. عن جد ما عم بمزح معكم، تخبيص. شو ما بيخطر بباله لا يعني شو ما بيخطر ببالهم لعلمائهم كانوا يساووا. طيب والناس ليش ما يقولوا لهم خطأ وما خطأ كان هدول بنو إسرائيل عم تنتبهوا كانوا ما يهتموا بالعلم. رب العالمين قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم لا يظنون. ما بيعرفوا شيء. شو بيقول لهم العالم؟ يلا ما بيناقشوا ولا بيعرفوا شيء ولا بيعرفوا التوراة ولا الإنجيل. فمشان هيك تحرف دينهم وهن مو دريانين.
وشو الدليل؟ رب العالمين هو اللي قالنا، قال اتخذوا أحبارهم يعني علماء ورهبانهم يعني عباد أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. شلون يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا؟ النبي بينها عليه الصلاة والسلام. يا سلام، أحسنت. النبي قالنا أنه كانوا يحرموا عليهم الحلال ويحلوا لهم الحرام، فهي صارت عبادة، لأنه مثل ما قلت لكم من شوي ألا له الخلق والأمر، الأمر لله لا مو لحدا أبدا، فالنصارى يحطوا الأمر مو لله إلهم، فصارت هي عبادة لأحبار ورهبان. شوفوا الآية قديش مهمة، ما قال اتخذوا فساقهم المطربين المغنين، لا، قال اتخذوا أحبارهم علماء أربابا من دون الله. شوف الآية الخطيرة، قال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ليش الله عم يقول لنا هالآية؟ لأنه هيك كان يصير، كانوا يتبعوا أهواءهم ما يتبعوا أوامر الله، فراحوا هن ضلوا بعدين أضلوا غيرهم، فبتجي أنت بدك تتبعهم يا مسلم؟ شو رأيكم؟ لا. بروح بنتبعهم لهدول؟ لا. اللي حرفوا دينهم؟ لا. وبنترك ديننا اللي ما له محرف؟ هيك الناس عم تعمل. الله أعطانا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، في ناس بدهم يحتفلوا بعيد الميلاد، عيد النصارى. طيب هو مو عيدنا أصلا، هو عيد الله ما شرعه، الله ما أعطانا إذن نحتفل، بس النصارى بيحتفلوا. أنت بتتبع أهواء قوم قد ضلوا. وينك يا مسلم؟ وين عقلك؟ وين قلبك؟ وهلا نحن عم نقرأ الآيات، رب العالمين قال ومنهم أميون لا يعلمون، أنت مثلهم؟ لا، ما بقبل. اتخذوا أحبارهم، لا أنا ما بتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. طيب شلون يعني هذا العيد الله ما أذن به؟ لكم قصته بسرعة ولا بردتوا؟ لا ما بردت. يلا بسرعة إن شاء الله.